بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في المرئيان مع يحيى والحديدي وكوان. صفقات الزمالك، والنهاردة آخر ليلة في القيد، آخر ساعات، لسه ساعتين على ما القيد يقفل، والزمالك ما جابش غير بالحاج اسمه ايه، ناصر منسي وناصر منسي ورجوع شبان انا مش هنعتبرها صفقه. لا صفقه ما لبسهاش قبل كده. لا مش صفقه وكمان صفقه ده اكتر صفقه انت محتاج لاعب جديد في الفرقه. خلاص جبنا شبانه يا جماعه، وجبنا ناصر منسي، وجبنا بالحاج، ومشينا احسن لاعب في مصر حاليا امام عاشور. مش خلاص، والراجل متصور في النادي اعلن متصور في المطار، وبقى منزل صورته على الانستجرام من شويه وهو في المطار. خلاص امام عاشور خرج ولن يعد. حلوه اللغه العربيه، حلو، ولن يعد. مصيبه في عقد امام عاشور هنتكلم عليها دلوقتي. عقد امام عاشور ليس فيه بند، هو البند اصلا غير معترف به، بس ممكن يتعمل عقد ثلاثي زي ما عرفنا ان هو من حقه ما يلعبش في مصر الا للزمالك. ما اتعملش العقد. المصيبه الثانيه ان الزمالك ليس له حق في نسبه اعاده البيع. مبلغ بخس اتباع بيه احسن لاعب في مصر 2.5 مليون دولار. 2.5 مليون دولار اخر حاجه. 2.5 مليون دولار. 109 مليون. هو الدولار بكام؟ 2.5 مليون دولار. لا ما عادوش 75 مليون. اخر حاجه 75 مليون. انا مش متاكد. 75 مليون. 2.5 مليون دولار يعني اقل ناشئ بيتباع بيهم. مصيبه عملها مرتضى منصور لن يغفر التاريخ. بس عشان خاطر يبقى فيه مصداقيه، عشان خاطر لما نيجي بالليل ما نتحرقش. كلامك مستقى من اي موقع. خلينا بس اكمل. اصل رئيس النادي قال انا معايا عرض ب 105 وبطلبه 109. 75 لما يبيعوا اقل من كده هو بيحط نفسه في اتهام. 75 مليون فقط. امام عاشور يا باشا، مش ده اللي هد استاد حلمي زموره عشان عشان الجمهور ما يروحش وقال لك انا جاي العقد بمليار. انت عشان خاطر بس ما تظلمش نفسك. ما هو مرتضى مدرجات استاد زموره كان صادر لها قرار ازاله من سنه 89. مرتضى منصور وشركه النيل الادويه ما رضتش تتفق. لا هذا من بعد اذنك لو دخلت علينا مش قضيتي. لا دي قضيه. لو دخلت في موضوع تاريخي لابد نتقال حق. مش قضيتي. في صدر قرار بازاله مدرجات زموره سنه 89، وكانت شركه النيل الادويه حاجزه المخازن تحت المدرج، ومرتضى الوحيد اللي قدر يطردهم وازال ونفذ الحكم. ازال. اين المول ابو مليار ونص و2 مليار؟ وزاره الشباب والرياضه اللي لا وزاره الشباب والرياضه اللي رفضت. ده كلام مثبت. ده كلام مثبت. هذا المرتضى لن اصدق. ما طلعناش في صوره اللي بيهاجم واللي بيدافع عن مرتضى بالنسبه لنا قضيه فرعيه. انا هرجع لل 75 قضيه فرعيه، لكن لما نقول هنا نقول حقائق. هرجع لل 75. نعدكم الا تسمعوا على هذه الشاشه وقناتكم. طيب انا هسالك سؤال. قناه في المليان مع يحيى والحديدي وكوان الا كل حقيقه. هسالك سؤال. وانا هتحفظ على الارقام بتاعت امام لحين التاكيد عليها، لان انا استحاله هبقى رئيس نادي قلت امبارح على الملأ على الهوا ان انا جاي لعرض ب 105 مليون بيرفعوا ل 109 عشان الضرايب، واجي النهارده ابيعه ب 75. يبقى انا بثبت كلام الناس اللي بيقولوا ان انا مرتشي او ان انا صاحب عمول. وهطلع هنا اقول انت مرتشي لو باع باقل من الرقم اللي قاله امبارح. مرتضى منصور لم نعهد منه اي صدق. مرتضى منصور قال ان هم فعلا زي ما استاذ محمود قال 100 مليون وبيخلوهم 109 عشان الضرايب، لكن عقد المعلم ب 75 مليون لست جنيه. متاكدا من ذلك الخبر فلا تحصلوا عليه كخبر. 2.5 مليون دولار فقط. امام عاشور خلاص سافر. امام عاشور يعني يعتبر جبناه يعني بعقد سامسون. يعني لو كان خلى سامسون ده قاعد جنب امه وحافظ على امام عاشور وما كناش محتاجين راس حربه اكتر من الجزيري وناصر ولا تنتعل حديثه فتندم. المهم تم سفر الامام عاشور وخسرنا اهم موهبه في مصر، وما جبناش غير ناصر منسي عشانه. اللاعب جاي يعني صفقه حنينه، وبالحج جاي بكل اللي دفعنا فيه 4 مليون ولا 5 مليون على سبيل الإعارة. ويقال عبد الرحمن مجدي برضه هيجي على سبيل الإعارة هيدفع فيه 2-3 مليون مع حقية الشراء. إذا مرتضى منصور كل اللي دفعوا في الصفقتين 3 مش هيكمل 10 مليون، وباع ب 75 مليون وبيع يا عواد. ولن تقوم للزمالك قائمة هذا العام لا إفريقيا ولا محليا، وهذه وجهة نظري. وجهة نظرك يا أستاذ محمود. أستاذ محمد الحديدي قال لي سيبني أقدم عشان أقدمك. قعد يقدمني في 5 دقايق و12 ثانية. فمتخيل ان انا هرد عليه في دقيقه. مبدئيا ما بتتحسبش كده. عشان تحسب ويبقى صاحب مصداقيه مع اللي بيتلقاك
احنا جينا قلنا ان مليك ايفونا الزمالك كان رايح يجيبه بمليون و100 الف، الاهلي جابه ب3 مليون. بس الاهلي باعه بكام؟ الاهلي جابه كان سبب رئيسي في فوز الاهلي ب2 قمه، وسبب رئيسي في فوز الاهلي بالدوري وبالكاس. كنت اسالك وبعد كده باعه. جاب قد ايه؟ جاب للاهلي ايه؟ كلام جميل قوي. بغض النظر عن امام عاشور، انا كده فلوسه رايحه. امام عاشور الزمالك اشتراه ب 15 مليون جنيه. باعه بكام؟ نفس المبدأ. انا جبته بكام؟ نجمته، طلعته، استفدت منه 2 دوري وكاس. انا مش نادي وبعته بكام؟ انا مش نادي استثمار. ده من الاهلي مش نادي استثمار. لا الاهلي بيمشي الحلو ويجيب احلى منه. انا سمعتك 5 دقايق، اسمعني انت دقيقه. اسمعني انت دقيقه. لا انت قاطعني. اسمعني دقيقه. دلوقتي الاهلي مش استثماري، جاب ملك ايفونا وكسب فيه، لعبه في الملعب وكسب منه وباعه. طيب امام عاشور هل كان هنقدر نبقى اكتر من كده؟ طبعا في اتصال هاتفي امبارح مع امير الغناء العربي. انا موقع معاه 2025. مين؟ انا موقع الكازينو. عقد باطل. لا مش باطل، ايه اللي بطله؟ هو عبد الله القانون بطله. هو عبد الله جمعه موقعين، وتوثق عبد الله جمعه ولم يوثق عقد امام عاشور. يا معالي الباشا عبد الله جمعه ومحمود الونش واحمد سيد زيزو دول عدلوا عقودهم مع لجنه، مع مجلس مرتضى، فتوثق. لا اتعدل بعد التوثيق. اذا كنت انت هتنفرد بالكلام لوحدك. لا ما القانون بيقول وكان سبب استناد كهرباء لعدم عدم صحه عقده الحته دي، لكن فاجئهم مجدي عبد الغني بان الزمالك وثق في المده القانونيه من 15 ل 30 يوم فرصه لتوثيق العقد اللي اترخ. وعقد امام كان مش مترخ. وعموما حتى مع عدم وجود العقد، امام لسه له 1.5 سنة معايا في الزمالك. لكن انا بطلت النهارده كلنا بنجمع كزملكاويه بان امام مش هو امام بيلعب في الملعب بتدلع، امام بيلعب كعوب، باصات ضعيفه، جري بسيط، لعب تعاوني. مش ده امام، مش ده روحه. ولا تصويبه على 3 خشبات، ولا تصويب في ال3 خشبات. مش ده المجهود نهائي، مش ده الروح نهائي. اجمده. اصبح موظف في الملعب. اجمده ليه وانا محتاج فلوس؟ لا اجمده 6 شهور. تمام. امام لما هو اللي يجري ورايا امام امبارح مع امير الغناء العربي هاني شاكر في مكالمه مسجله ثم في لايف مباشر على قناه الزمالك. هاني شاكر بيحايله، الجماعه في الاستوديو بيحايلوه، يقول لهم دي فرصه مش هتتعوض تاني. عند توقيع العقد معروف البند اتلغى من الفيفا. لو اضفت على العقد الرئيسي بند بيقول احقيه الشراء للبايع، او اذا عاد ما يقعدش اللي عليك. لكن الفيفا سمح بحاجه اسمها شروط الملحقه. شروط الملحقه دي يعني بتبقى ورقه ملحقه بالعقد ماضي عليها ال3. النادي الدنماركي رفض اعاده التدوير اللي هي نسبه من البيع. تمام. امام عاشور رفض يمضي على البند، يبقى ما بيعش على بند امام عاشور. يبقى ما بيعش. انا مش يا محمد، انا مش يا محمد يا محمد امام عاشور رفض يمضي على بند ايه؟ ان لما يرجع مصر الاولويه في الشراء للزمالك. النادي الدنماركي وافق لانه هيعمل مزاد على امام لما يجي يرجع. انا هبيعه ب5 اللي عاوز يشتريه. الزمالك معاك 5 تشتري، ما كانش الطرف الثاني هياخد. امام افندي رفض ان يبقى الزمالك ليه الاولويه. هنا بقى تبان النوازع. عموما بكره هيحكم وجاي له كمان في الطريق احمد فتوح اللي بيجر شكل الاداره. كل دقيقه بينزل تويتر جر شكل الاداره هي اللي جرت. انا مش هعيد كلامي. احمد فتوح اجرم بانسحابه من الملعب. مرتضى منصور زاد اجرامه بمعالجته للموقف. الموقف اصبح شائك. وجود فتوح في الزمالك دلوقتي هيبقى زي امام بالظبط. لا رجا منه. ده كده لا رجا منه. مقدمه البيع. لا رجا منه. كده مقدمه. انا مش صاحب قرار يا محمد، انا بقول رايي الشخصي. لا ما هو ده كلام من الاداره. انا بقول رايي الشخصي. لو انا اعمل زي الاهلي، انا اخد مش عيب ان انا اعمل زي الاهلي. اللعيب اللي عندي مش محترم اجمده، اقعده على الدكه، استنى لما يقولوا ده كلام مختلف. ايوه ده كلام انت راجل قبض. ده مش في الاحتراف. لا في الاحتراف. لا اذا انا مش هستفاد من اللاعب كنادي. مش في الاحتراف. اذا انا همشي رغبه النادي، همشي رغبه اللاعب. احنا شفنا الاهلي عمل ايه في عبد الله السعيد والاخر مشاه. عمل ايه؟ انا ليه ما اعملش كده؟
عمل ايه في عبد الله؟ مشي، خلاه وقع غصب عنه، خد المبلغ اللي هو عايزه، بس في الاخر مشيته. انا ليه اللاعب اللي عندي ما استفادش بيه وقعده غصب عنه؟ ده على فكره مع المناسبه عبد الله السعيد، كان عقده منتهي مع الاهلي، فعبد الله هو المتحكم، انما عقد ابو الفتوح وعقد امام عاشور ساري، فانا صاحب القرار. اخر حاجه يا استاذ محمود، انت قلت رايك. الاستاذ محمد الحديدي بيتكلم على الخديعه والثقه وخديعه الثقه. النادي الاهلي خدع تركي الشيخ، لا مش قضيه، وتركي الشيخ خدع عبد الله السعيد بثقته في النادي الاهلي. مش قضيه يا اخي بالله عليك عشان دي مش وزنه سليمه، مش قضيه، مش وزنه سليمه. اوعى توزن الذهب مش قضيه، اوعى توزن الذهب باللبس. لا اخر سؤال، دي خديعه، والولد انصاع لخديعه، والراجل العربي كفر بالاهلي وسابه ومشي بسبب هذه الخديعه. الاهلي خسر من الخديعه دي، ما كسبش. لا فيديو تاني، الاهلي خسر ما كسبش، لا حلقه تانيه، لا حلقه. امام عاشور لاعب انتهت علاقته اكلينيكيا بالزمالك، الزمالك استفاد بالمقابل المادي. انا بتحافظ على رقم الاهلي الحديدي، اقول لكم بكره ان شاء الله. حتى لو رقم 100 مليون، من المستفيد من بيع امام عاشور؟ الزمالك ام امام ام النادي الدنماركي؟ في اجابه جاوبني حاجه واحده. الثلاثه مستفيدين، الاهلي. الثلاثه مستفيدين بس الاهلي عمره ما هيدفع 5 مليون دولار عشان الاهلي ولا دفع 3 دول. الاهلي الثلاثه دول الاهلي دفع، اسمع مني. الثلاثه مليون دول الاهلي دفع. يعني الاهلي شاري الراجل الانجليزي اللي عنده نادي في انجلترا ونادي في الدنمارك. امام عاشور في الاهلي السنه الجايه. ده راي الحديدي ويحيى. انا رايي ان مالت النوايا يا استاذ محمود بيرفضوا التوقيع على امام لو عنده نيه. البند اتمضى عليه. لا ممضى. البند الوحيد اللي ما اتمضاش عليه اعاده التدوير، لكن بند احقيه الشراء في العوده اتمضى عليه. هجيب لكم صوره العقد بكره، وهجيب لكم صوره عقد مفاجاه. انتظروني بكره مش بعيد، عقد مفاجاه لمحترف وصل مصر قريب. العقد بتاعه جه لكن هو لسه ما جاش. عقد مفاجاه ولا داخل بمدير اعماله. احنا استنى ساعه واحده والمفروض خلاص هو الراجل جه. هي ساعه واحده هو الراجل جه ماشي، لازم مش للزمالك. مصر كلها تعرف يا محمد مش للزمالك. امال جاي لمين؟ ما بقول لك مفاجاه للاهلي. لاعب محترف جديد جه باغراق مالي، بفضيحه ماليش دعوه بارقام خزعبليه، ماليش دعوه. وفي اتصال هاتفي مع وكيل اعماله لايف، هتسمعهم انا كجمهور، صوت وصوره، انا كجمهور، وهتشوفوا الفرق. انا عايز مصلحه. ومين اللي بيغسل فلوس؟ انا ما بدفعش. ومين اللي بياخد كوميشنات؟ صفوان ثابت يدفع، ياسين منصور يدفع، الخطيب يدفع. نشوفكم في حلقاتكم. انا ليا مصلحه ناديه. على العموم اسوأ ماركاته حصل، بعنا ما جبناش، خسرانين. شكرا، سلام عليكم.